السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في اخر الزيتون، طبعا ما كنتش هخلل عشان كان غالي اليومين دول. ف... ف... فانا جبت شوية كده، لقيتهم بالصدفة يعني مناسب السعر فيهم، فلقيت فيهم شوية سود كده، سمر كده، فنقيت الاسمر منهم والمقدرة سمرة، حطيتهم مع بعض وقلت اعمل زيتون اسود برضو. طبعا الزيتون الاخضر انا من السنه اللي فاتت منزله وصفه، منزله الطريقه بتاعته على القناه بتاعتي، عايز الوصفه وعايز الطريقه يدخل يشوفها. بس انا ما عملتش معاكم الزيتون الاسود قبل كده، ف... فحبيت اوريكم. بس اللقطه اللي انا عملتها في الاول ديت اتمسحت ما اتسجلتش، فعذرا ليا يعني. فانا دلوقتي نقيته وغسلته حلو، وقمت جايبه الشوكه وقعدت اخرم فيه كده بالشوكه كده حوالين الزيتونه كلها. بعد ما عملت ما عملته كله بالشوكه، حطيت عليه دول 2 كيلو او اقل من 2 كيلو شويه، حطيت عليهم كيس ملح، هو الكيس اللي ابو جنيه ده او اللي ب2 جنيه، وقلبته ببعضه وحطيت عليه تقاله كده. بص عملت كده حاجه تقيله كده، حاجة تقيلة عادي كده لمدة 4 أيام، وكل يوم بقوم مقلباه، كل يوم أقلبه. عمل مية أهو، بص المية. دلوقتي هغسله وادلق المية دي واغسله وهنقعه في قلب في مية، وكل يوم أغير عليه لغاية المرارة بتاعته ما تخرج. بص يا حبايبي، أنا بعد ما دلقت المية اهوت وشطفته وقمت نقعاه في مية. طبعا السودا هي سودا، اما اللي كانت ملونة بتشوفها كده من قطب احمر وتقولي ده اسود، بتفتح مع الميه والنقع. فمعلش بقى، هي تاخد طعم الاسمر وخلاص. معلش عذرا. انا عملتها بقى زي اكنها سودا يعني، انا ما اعرف يعني، خدتش بالي ان هي هتفتح كده، هي فتحت. ف... فهي تاخد طعم الاسمر. ونسيت اقول لكم كمان، كل كيلو زيتون اسود مع الملح بيتحط عليه معلقه كربونات كبيره، يعني معلقه ممسوحه كده من معلقه الاكل كربونات، وبنقلبهم في بعض، وكل يوم نقلب لغايه 4 أيام ننزل ميته كلها. دلقناها ودلوقتي بننقعه. بعد ما ننقعه بقى هنشوف هيتنقع كام يوم على ما مرارته تروح. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما نقعته 5 أيام اهوت ومرارته راحت شويه، راحت يعني. في حاجه بسيطه كده، نيجه بسيطه، هنغلي ميه نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندلق او نسكبه كده عليها. طبعا عشان هو بعد ما اتملح واتضغط عليه فكرمش. بعدين نقعناه نطلع منه المرارة شوية. دلوقتي نقعينه في مية مغلية وهنسيبه لغاية الصبح. بعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. فصورت اللقطة دي ده ولا لأ؟ معلش اعذروني. معايا دلوقتي احنا نقعناه في مية مغلية بعد ما ننقعه، وغليت له وشطف ورميت الماء وغليت له مية تانية وشطفته بيها. ومعنا المكون ربع كيلو ليمون عصرناه، ومعانا خل تفاح، ما عندكيش خل تفاح حط خل ابيض. معانا هرسة شطة، ما عندك او ما عندكيش مفيش مشكلة. معانا معلقتين هرميين كبار ملح عشان هو بقى دلع. معانا زيت زيتون او لو عندك اي زيت مش مشكلة. معانا البرطمانات ديت عقمناها بشوية خل كده. وهي دي كل المكونات اللي هنحطها. وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. واحنا ان شاء الله انا هنزل لكم اكلات بعد كده، عشان انا متاخره في الاكلات، عشان طبعا اللي حاصل في فلسطين لاخواتنا العرب هناك. ربنا يثبتهم وندعو لهم بالصبر والسلوان، ويثبتهم ويقويهم ويثبت قلوبهم يا رب، ويربط على قلوبهم يا رب كل من مطلب عزيز او غالي. حسب الله ونعم الوكيل في الكفر اليهود دول. ربنا ينزل عليهم جنوده من عنده، هو المنتقم الجبار. والله الواحد ماله نفسي يعمل اي حاجة خالص. يدعو لهم ان ربنا يثبتهم وينصرهم
وحاسبينه كتير عشان الحسبانة ديت تملأ السماء، وربنا ينتقم ينزل غضبه وسخطه عليهم إن شاء الله. إن شاء الله النصر لمصر والنصر لفلسطين، ويحفظ مصر آمنة مطمئنة يا رب، بشعبها وجيوشها ورئيسها وأهاليها يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. دلوقتي هحط المكونات على بعض وخليكم معايا. هنحط اهوت الهريسة، هحط الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقتين خل كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. نضربهم 3 كده. هنحط الزيت، لو يحب الزيت، لو عندك زيت كتير حطي، لان احنا مش هنحط عليه حاجه غير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دي الوصفه ديت، والطريقه دي كانت بتاعت امي الله يرحمها، ندعي لها بالرحمه والمغفره هي وابويا وموتى المسلمين جميعا وامه محمد اجمعين. اللهم امين يا رب العرش العظيم. هنقلبه شويه كده عشان الملح اللي فيه ده اللي احنا حطيناه عشان يتشرب كله من بعضه. اهو لونه هو بقى بدأ يبقى بيلمع اهو. هنبدأ بقى نحطه في البرطمانات اهو. هعديه عشان ما يطولش الفيديو اوريهولكم. خليكم اهو يا حبايبي. بعد ما عديته اهوت قدامكم اهو، ما شاء الله. هما دول 2 كيلو. هو الزيتون طبعا بيلم بعد ما بيستوي كده. البرطمان ده المفروض ياخد كيلو، بس ده واخد كيلو ونص، ودول اقل من نص شويه. يعني هو بيداني 2 كيلو الا 100 جرام بعد ما اتعملوها. هما اصلا ما كانوش 2 كيلو اصلا، وهم خضر كانوا 2 كيلو الا حاجه. هما ادوني نفس الوزن، يعني ما خسوش ولا حاجه، بس هو لم كده، فطبعا بياخد برطمان اصغر، لكن هو في الوزن هو نفس الوزن اهو. جربوه واعملوه، شكله جميل اهو، وانضف واحلى من اللي بره. وشايفه الزيتونه عامله ازاي، ما شاء الله عليها اهي. ودقته طعم تحفه ونضيف ونظافه، وحاجه معموله على ايديكي. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، وما تنسوش تدعوا لفلسطين وغزه بالنصر وبالثبات، وربنا يربط على قلوبهم يا رب. كل من مات له عزيز او غالي، وينصرهم وينصر مصر ان شاء الله. واحبكم في الله، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.